هل تريد عملا لا ينقطع أجره؟ هل تريد بركة في مالك وعمرك؟ هل تريد رفعة في درجاتك يوم القيامة؟ رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن الآن في مخيم الرسالة في واقع الحرب والخوف والنزوح والتشرد وضياع مقومات الحياة الأساسية. ظهرت أمراض عصفت بأهلنا في الداخل السوري، على رأسها قلة مراكز العلم وندرة الكفاءات وانتشار الأمية والجهل، وهذا ما أدى إلى ظهور مشاكل عدة، أبرزها المشاحنات والشجارات والإحباط والقنوط، مما دفع بنا إلى المضي قدما في تعزيز الدفاعات الأساسية بالعلم والتعليم والتأديب. وإننا إذ نقوم بهذا الثغر المهم فهذا بفضل جهودكم وسعيكم الطيب لدعم طلبة العلم. وصلنا إلى المعهد. السلام عليكم. صف البراعم. السلام عليكم. من كلمة وجد مع القراءة. جزاكم الله خير. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. لا تنسى أن المعروف ليس به حزننا وخوف، وستجني بالخير قطوف. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا. وسبحان الله الملاحظ في معهد وقر ربي زدني علما التركيز على آداب الأخلاق. أهل القرآن على هذا الهدوء وعلى هذا الإنصات وعلى هذا الأدب وعلى هذا الرقي في الجلوس وآداب المجلس. وحي الله أفلاذ أكبادنا وثمار قلوبنا الذين انتظموا في معهد وقل ربي زدني علما، فكانوا كالنجوم المضيئة في سماء دنيا الإسلام. إخوة الأكارم في هذا المعهد الطيب المبارك، أساتذة وإداريين وطلابا، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويأجركم وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. أشبال معهد وقل ربي زدني علما، لربما إذا أردنا أن نتحدث عن الأدب ونتحدث عن التربية ونتحدث عن الأخلاق وعن الجو الإيمان الذي عشناه معهم، ثم بعد ذلك التفوق الأدائي الذي كان عندهم من تنظيم وإدارة. من بيت الله الحرام ندعو لإخوتنا في معهد وقل رب زدني علما، اللهم ارفع قدرهم، اللهم أعلي درجتهم، اللهم أعطي كل واحد منهم سؤله يا رب العالمين، اللهم بارك في كادر هذا المعهد يا رب العالمين،